مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يبدأ أعماله في أسمرة. تدريب لمسؤولي المدارس الداخلية الطلابية في تل حرير. تنظيم افتتاح بطولة إريتريا للأندية كرة القدم في كرن. أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعتين في أفريقيا الوسطى. اليابان واستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي. أهلا بكم مشاهدينا. افتتح اليوم 20 من أغسطس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمرة المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية في إريتريا لعام 2026، والذي تنظمه وزارة الزراعة تحت شعار تعزيز نظم زراعية وغذائية مستدامة من أجل النمو الاقتصادي الوطني. وشهد مراسم الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة، إلى جانب الخبراء والمهنيين وممثلي المزارعين ومصنعي الأغذية وشركاء العمل، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور إفريم قبر مسقل أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل نتائج الدراسات والبحوث ومراجعة التحديات والفرص الراهنة في القطاع الزراعي، ومناقشة الأساليب والتقنيات المبتكرة، وتحديد توجهات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في البلاد. من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة الخدمات التنظيمية والرقابة السيد تخلاب مسكنة الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الزراعة أن تنظيم المؤتمر جاء في أعقاب المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية الذي عقد في يناير 2025، مشيرا إلى أن المؤتمر يجدد التأكيد على الالتزام بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد. وأكد السيد تخلاب أن المؤتمر يشكل فرصة للحوار المفتوح وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، داعيا جميع شركاء العمل إلى توسيع مشاركتهم وإسهامهم في مناقشة الموضوعات المطروحة وتبادل الآراء بشأنها. ويستمر المؤتمر لمدة يومين، ويتناول 8 محاور رئيسية تشمل الإرشاد الزراعي وتطبيق التقنيات ومدى تقبلها من قبل المزارعين، والرقمنة الزراعية والقيمة المضافة والأعمال الزراعية وسلامة الغذاء وأمنه وتغذيته، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية وخدمات المختبرات، والتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والموارد الوراثية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والسياسات الزراعية، والرقابة والإدارة. نظمت وزارة التعليم في مدينة تل حرير خلال الفترة من 10 إلى 19 من أغسطس الجاري نظمت دورة تدريبية لمسؤولي المدارس الداخلية القادمون من مختلف أنحاء البلاد. نظمت الدورة شعبة متابعة المدارس الداخلية والنزل الطلابية بهدف دعم الجهود التي يبذلها مسؤولو المدارس الداخلية في إعداد مواطنين مؤهلين ومتميزين. وخلال التدريب الذي استمر 10 أيام تم تقديم 8 أوراق بحثية تناولت عددا من القضايا المرتبطة بإدارة المدارس الداخلية والنزل الطلابية وتطوير أدائها. وأوضح منسق البرنامج الأستاذ تخلى برهان قبر سلاسي أن الأوراق البحثية شكلت جانبا أساسيا من برامج التدريب. من جانبه أشار المدير العام للإدارة والمالية السيد قبر هنس حقوس إلى أن التدريب يمثل خطوة مهمة في تطوير أوضاع المدارس الداخلية والنزل الطلابية، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية وتعزيزها. بدوره أكد ممثل المتدربين أهمية التدريب والدور الذي يلعبه في تطوير العمل، داعيا إلى مواصلة الاهتمام به وتعزيزه على مختلف المستويات. عقد أعضاء المجلس الشعبي بإقليم عنسبة لقاءات مع سكان مديرية حقات خلال الفترة من 18 إلى 20 من أغسطس الجاري، تركزت حول الحفاظ على الثوابت الاجتماعية والحد من الممارسات السلبية. وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة، من بينها أهمية الحفاظ على الثقافة والقيم والآثار المترتبة على إقامة المناسبات الباهظة، ورعاية الشباب المؤهلين، وتعزيز السلوك الأخلاقي السليم، إلى جانب مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، ودفع الضرائب الحكومية، وتعزيز عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي تهم السكان.
أكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات باعتبارها وسيلة للتشاور وتبادل الآراء، وطرحوا عددا من المطالب والمقترحات من بينها إيجاد حلول لمشكلة الحصول على مياه الشرب النظيفة، وإيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة تخصيص الأراضي السكنية، واتخاذ إجراءات للحد من قيادة السيارات من قبل القاصرين لما تشكله من مخاطر، إلى جانب تنظيم وتوفير خدمات مصرفية في حقات. ودعا مدير مدينة حقات السيد نطراب برغتاب السكان إلى المشاركة الفاعلة في برامج التنمية والاستفادة بصورة أفضل من الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن خطط التنمية لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون مشاركة المجتمع. ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات خلال الفترة من 23 إلى 26 من أغسطس الجاري في إدارات ضواحي جلاس وإنجناق وإدامر. نظم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبرآب تخستي يومي 15 و16 من أغسطس الجاري نظم سيمينارات للمواطنين الإريتريين في مدينتي كاسل وهانوفر، وتناولت السيمينارات عدد من الموضوعات من بينها الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة والعالم، ودور المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيمات الوطنية، ومشروع مدرسة أفامبو الداخلية إلى جانب الخدمات القنصلية. أوضح السيد كبراب تخستي أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالحروب وقيام السلام، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري يحافظ على تماسكه ووحدته وسلامه، ويعمل على ضمان سيادته والتركيز على بناء وطنه، مع متابعة الحملات الرامية إلى تغيير هذا المسار والتصدي لها بوعي ويقظة. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هايلي في شرح قدمه تحت عنوان المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيم، أن التنظيم يقوم على الإنسان، وأنه لا يمكن بناء تنظيم قوي ومستدام من دون مشاركة شعبية، مؤكدا أن العمل يجري وفق خطط لضمان مشاركة جماهيرية فاعلة وقوية. وأكد أن بناء الدولة ليس مسؤولية الحكومة لوحدها، بل هو مسؤولية كل مواطن، موضحا أن الدولة تستطيع تحقيق التنمية والتقدم في فترة وجيزة عندما يكون شعبها واعيا بقضاياه ومتمسكا بأهدافه، ويعمل بصورة ثابتة ويتحرك من خلال الممارسات الفعلية. وفي ختام السيمينارات أكد المشاركون استعدادهم الدائم للمساهمة في تعزيز التنظيمات الوطنية والاطلاع بدورهم في القضايا الوطنية. نظمت حملة توعية في بلدتي طيع وعدي بإقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز وعي المجتمع في المجال الصحي، مع التركيز بصورة خاصة على الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك يومي 16 و17 من أغسطس الجاري. أوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن الوقاية من الأمراض تعتمد بدرجة أساسية على المعرفة والوعي الصحي، داعيا إلى توسيع استخدام المراحيض وتحسين مستوى النظافة البيئية للحد من الأمراض المرتبطة بتدني النظافة. وأشار إلى أن جهودا متواصلة تبذل للسيطرة على مرض الإسهال الذي يسجل انتشارا في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر، داعيا المجتمع إلى الاستفادة بصورة صحية من الخدمات الصحية المتوفرة في المناطق المحيطة بهم. من جانبها أوضح مسؤول وحدة المعلومات والتوعية بالفرع السيد أحمد علي أن عدد حالات الإسهال تشهد ارتفاعا مشددا، على أهمية خضوع جميع المواطنين للفحوصات الطبية والاطلاع على حالتهم الصحية. وفي السياق ذاته دعا كل من إداري ضاحية أرعتا السيد برهان مزقبي ومسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بضاحية وسط دنكال السيد أحمد آدم، دعايا إلى تعزيز المبادرات التي تنفذ على مستوى القرى وإدارات الضواحي للحفاظ على نظافة البيئة وتشجيع استخدام المراحيض. نظمت في مديرية سجنيتي محاضرة ركزت على حقوق وواجبات العمال والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال، نظمها مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية. وخلال المحاضرة التي قدمت لأصحاب العمل والعمال أوضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيدة قدسان تولدي بشكل مفصل أحكام قانون العمل والحقوق والمزايا التي يكفلها للعمال. وأكدت السيدة قدسان أن ضمان سلامة وصحة العامل في مكان العمل يمثل التزاما قانونيا، مشيرة إلى أن وجود علاقة سليمة بين أصحاب العمل والعمال يعد عاملا مهما لتعزيز الإنتاجية. من جانبه دعا مدير مديرية السجنيتي السيد عبد القادر حاج علي إلى تعزيز الرقابة بهدف تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، والعمل على معالجة المشكلات التي تظهر في وقت مبكر. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. أسفر انهيار أرضي في موقع تعديني بجمهورية أفريقيا الوسطى عن مقتل أكثر من 100 شخص وفق ما أكد مسؤول. ووقع الانهيار في بلدة زامبوي بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الانهيار الأرضي، حيث وثق سقوط الأتربة والوحل على العمال في الموقع المتضرر. وذكر ممثل ادعاء في بلدة باور بغرب جمهورية أفريقيا الوسطى في بيان أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب، وأن آخرين في إعداد المفقودين دون تحديد أرقام دقيقة. ويعد التعدين الحرفي مصدر رئيسي للرزق في أفريقيا، لكن ضعف التنظيم وسوء معايير السلامة يؤديان في كثير من الأحيان إلى حوادث يسقط فيها قتلى. أكد وزيرا الدفاع في اليابان وأستراليا على بذل الجهود لتعزيز العلاقات بين بلديهما والولايات المتحدة لتعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. فقد التقى وزير الدفاع الياباني كويزومو شينغورو وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز في كامبيرا، واتفقا على السعي نحو علاقة ثلاثية أقوى، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة قوات الدفاع الذاتية اليابانية في التدريبات المشتركة في أستراليا وغيرها من أشكال التبادل المعزز. كما أكد أنهما سيواصلان العمل على تعزيز التطوير المشترك للسفن الجديدة استنادا إلى الفرقاطة من فئة موغامي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية. وقال كويزومو في مؤتمر صحفي مشترك أن التعاون الدفاعي بين البلدين قد تعمق أكثر من أي وقت مضى. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام. وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مغذوفا واحدا غير محدد على الأقل. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت لاحق العام الجاري، مشيرا إلى أن الدولة الآسيوية تمتلك 57 سلاحا نوويا قويا جدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت أمر فيه ترامب مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص التدريبات المشتركة مع جيش كوريا الجنوبية، قائلا إن تلك التدريبات تبعث برسالة إلى بيونغ يانغ غير ملائمة وعدائية تماما إلى دولة ظلت تتعامل باحترام ولا تشكل أي تهديد. عرضت أكثر من 300 شركة روبوتات بشرية وصناعية وخدمية في مؤتمر الروبوت العالمي في بكين في 19 من أغسطس الجاري، ما يبرز دفع القطاع نحو المصانع والأنشطة التجارية. وتسعى الصين إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة لبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ تستهدف الشركات المصنعة أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مع تشديد القيود الأمريكية. ويشهد هذا القطاع نموا سريعا، إذ تزيد الشركات حجم الإنتاج وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخفض التكاليف لجعل الروبوتات أكثر موثوقية. وتعد المصانع هدفا رئيسيا، إذ يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر تولي الأعمال المتكررة والخطرة والمرهقة جسديا، مع قدرة بعض الآلات على تحقيق إنتاجية تعادل عمل عاملين اثنين في مهام معينة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يبدأ أعماله في أسمرة. تدريب لمسؤولي المدارس الداخلية في دق محري. افتتاح بطولة إريتريا لأندية كرة القدم في كران. انهيار أو أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعدين في أفريقيا الوسطى. اليابان واستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وكوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.